سلام بنات، نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. فيديو اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي شد البشره، كتشد البشره، كتعطي واحد اللي فيه هكا الليفتينغ، يكون يعني طبيعي وبسيط وزوين، كتنور الوجه وشويه كتشدو. المكونات ديالها بسيطه جدا، غتلقاوها تقريبا في اي مطبخ غتلقاو فيها هاد المكونات، ولكن فعاله جدا. اول مكون اللي عندنا هو النشا، كما كتشوفوا هنايا. عندي النشا راه معروف بانه كيعطي داك ليفتينغ، كيدير ليفتينغ طبيعي للبشره، كيسد المسامات، كيعاون على توحيد لون البشره. عندنا المكون الثاني اللي هو البيض البيض، عارفين بروتينات البيض مهمين بزاف للبشره، كيغذي وكيحفز لنا انتاج الكولاجين في البشره. والبيض البيض راه عارفين بانه حتى هو كيعطينا داك الشد للبشره، كيعطي داك ليفتينغ. المكون الثالث اللي هو العسل الطبيعي. شوفوا نتوما النوع ديال العسل اللي كيوافق لكم بشرتكم، كل واحد وشنو هو على حسب النوع ديال الازهار اللي كيدير. المهم انه يكون عسل ديال النحل. العسل مضاد اكسده قوي جدا، مضاد للالتهاب، مضاد للبكتيريا، بزاف ديال الحوايج. حتى هو معروف بالعسل لانه كيدير الا درتي غير بوحدو كيعطيك داك ليفتينغ للبشره. كما شفتوا مكونات بسيطه جدا. انا اللي عندي هنايا معلقه صغيره ديال النشا اللي غنزيد ليها تقريبا واحد شويه. هذه البنات راه ماشي بيض البيضه كامله، هذه راه درت منها 2 مرات وهذه المره الثالثه، يعني تقريبا زدت ليه معلقه حتى هو صغيره ديال البيض البيض. وغادي نبقى نحركو باش ما نصدعكمش، غادي نحركو وغادي نرجع، غادي نضربو مزيان بالفرشيطه وغادي نرجع. كما شفتوا كنبقى نضربو بالفرشيطه حتى كنحصل على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا هذا الخليط بهذا الشكل هكا. واللي كندير انني كنضيف عليه ملعقه من العسل، يعني معلقه من بيض البيض، معلقه من هذا من النشا، ومعلقه من العسل. كنضيفها للخليط صافي كنخلطو. كيكون واجد عندي الخليط عفوا باش نديرو كيكون واجد عندي باش نديرو على البشره ديالي. كنخلطو مزيان. طبعا البشره ديالكم تكون نقيه، ما يكون فيها حتى شي حاجه. تغسلوا وجهكم مزيان. كيجينا الخليط بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا هكايا. وكنبدا نطبقوا على البشره ديالي كما اتفقنا دائما من تحت للفوق. غير انا هنايا مع التليفون ماشي بحال المرايه، ما كيساعدنيش باش ندير هاد الخطوات، مي معليش. المهم نتوما نهضر في راسكم من تحت للفوق، خصوصا الباسكات اللي فيهم البيض، لان كنعرفوا البيض كينشف دغيا، كينشف على البشره. يعني اللي درتي هكايا راه البشره فاش غتنشف فيها داك اسمو غتنشف وهي مقوطه لتحت. كديريه هكا ولا كديريه هكا الماسك، غادي ينشف داك البيض البيض وغادي ينشف وجهك يكون مجبد لتحت. المهم هذا كنديرو انا حتى تحت العينين البنات، وهاد الزاويه الخارجيه ديال العين. هاد الخطوط اللي كيكونوا فيها كيعطي واحد الشد زوين بزاف. هاد الوصفه تصلح حتى الا كنتي غادا لشي عندك شي مناسبه ولا شي حاجه، كديرها كتعطيك داك اللي فيه ليفتينغ طبيعي من اول استعمال. كتحسي بهذاك اللي فيها كدير ليفتينغ. المهم كتخليوها على الوجه ديالكم، تخليو حتى كتنشف الكوش الاولى، ومن بعد كترجعوا ديروا كوش واحده اخرى. ممكن ديروه للرقبه ديالكم هذه الوصفه هذه، لان الا بقات لكم كما كتشوفوا لنا جاريه، ديروا الكوش الثانيه، ديروها حتى للعنق ديالكم، لانها ما يمكنش نحتفظوا بها. نتوما عارفين الوصفات اللي كيكون فيهم النشا ما يمكنش نحتفظوا بهم لانهم كيخسروا كيبسوا. حاجه واحده اخرى، البيض البيض البنات، بحال مثلا البيض البيض باش ما كانت بيضه بلديه باش ما يكون مزيان. البيض البيض غادي تاخذوا منه غير معلقه واحده. البيض البيض راه تقدروا تحتفظوا به في الثلاجه حتى 4 ايام، راه ما يوقع ليه حتى شي حاجه. يعني ديروه في شي حاجه ديال الزاج بحال ما هكايا، وديروا فيه السيلوفان وتخليوه حتى 4 ايام. يعني هذه الوصفه هذه الناس اللي بغاو واحد اللي يكون تعطيهم زوين وداكشي، ديروها يوميا، مثلا على الاقل واحد السيمانه يوميا. ومن بعد منها تبقى ديروها نهاريا نهار لا. هذه من الوصفات اللي كدار دائما، يعني يوميا تعطيكم واحد هذا. ومن بعد المهم كتبقى دائما في الروتين ديالكم انكم على الاقل 2 مرات في الاسبوع ديروها. ماشي غير هذه الوصفه هذه اللي كاينه ديال الشد، كاينين بزاف د الوصفات، ولكن هذه من ضمن الوصفات. يعني اللي كاين الناس اللي مثلا، لان كاين شي بنات فاش كندير شي وصفه كيقولوا لي حكا ما بقاش الاخرى اللي درتي هي اللي مزيانه. راه ماشي، راه هادشي كله راه غير في الكوزينه عندنا في الدار. ولكن الوصفات تقدر انت مثلا، عفوا كيهبط عليا، تقدر واحد الوصفه اللي درت انا غير زمان شحال هذه تقدر هي اللي تكون وافقاتك، وحده اخرى درتها دابا ما توافقكش توافق وحده اخرى هكا. يعني كنبقاو نجربوا كناخذوا الحاجه اللي كتوافقنا. بحال مثلا هذه الوصفه وافقاتك خليك عليها غير هي. الا كنتي كتقلبي على وصفه
اللي يشد ونضارات البشره. هاد الماسك فاش تكونوا دايرينه ما تهضروش نهائيا، ما ديروش بحالي. وهذا من الماسكات اللي فاش تكوني دايره من الاحسن ما تبقايش تمشي وتجي، يعني ماشي دوك الماسكات اللي كديريهم تبقاي تقضي شغالك وتمشي وتجي. هذا من الافضل فاش ديري انك تكاي باش البيض كما قلنا دغيا كينشف، وفاش ينشف البشره ديالك ما ديري حتى شي جيست ولا شي حاجه اللي يكمش لك الوجه ديالك. غادي نخليه هكا كما قلت لكم حتى غادي ينشف، وغادي نديرو ثاني كوش واحده اخرى وصافي، وغادي نغسل وجهي. المهم نرجع معكم باش ان شاء الله فاش نغسل الوجه ديالي. بعد تقريبا 5 دقائق نشفت لي هذيك الكوش الاولى اللي كنت دايره، وبديت كندير كوش واحده اخرى. يعني تقريبا الماس كله غيخدم لك واحد 12 دقيقه حتى ل 15 دقيقه باش ينشف كامل. نتوما عارفين البيض دغيا تينشف، النشا حتى هو دغيا تينشف على البشره. غنعاود ندير كوش واحده اخرى وغادي نخليها حتى تنشف تماما. يعني غادي نمشي متكه، ما غادي ندير لا ما نهضر، ما ندير لا جيست لا حتى شي حاجه بوجهي، باش ان شاء الله تعطيني مفعول زوين. المهم انا غادي نمشي نحيد فولاري باش نعاود نديرها للجناب كله، وندير لهاد البلاصه هادي اللي باقي عندي مبرره، ونرجع معكم ان شاء الله. من بعد ما غسلت وجهي البنات، دابا حيت الليل هذا انا فاش الحاجه اللي كندير بالليل قلتها لكم هي زيت اللوز اللي كندير طبيعي. ولكن الناس اللي كيديروا يعني اللي كيديروا شي واحد لاغوتين اللي بغاو شويه يشدوا البشره ديالهم على قبل التجاعيد داكشي، انا كنصحكم باش ديروا زيت ارغان. يعني زيت ارغان من افضل الزيوت اللي كتساعد على كتعالج لينا دوك الخطوط الرقيقه اللي كيكونوا في البشره ديالنا، وكتعطينا واحد ليفتينغ لانها غنيه بمضاد الاكسده. ومن اغنى الزيوت اللي فيهم لا فيتامين او هي الزيت ارغان. ولكن زيت ارغان صافي، لان راه كاين الناس كيقول لك لا حكا انا كندير زيت ارغان وما تعطيني شي غير الكذوب مثل الكذوب ما هذا، حيت ما كتستعملوش زيت ارغان اللي طبيعي صافي. ناخذ قطيرات هكا بشي زيت، اولا نتوما كان عندكم نتوما شي سيروم كديروا بالليل ولا شي حاجه ديروها، لان هاد الوصفات انا كنصحكم دائما تنقولها لكم البنات ديروهم بالليل. الوصفات الطبيعيه ديروهم بالليل. دابا بدا كيسخن الحال باش فاش تكون بشرتك مرتاحه، يعني غير قبل ما تنعسي ديري الوصفه، كتغسلي كديري الكريم اللي كديري بالليل ولا الزويته ديالك، وكتديري ديما تحت العينين ولا بحال ما هكا غير بهذا سميتو. حيت هاد جوج الصبعان هما تيكونوا خفاف بزاف، ما ديروش هكا، عمركم ما ديروا هكا. كنا كنتلفوا كنديروا هكا، ديك هكا هو اللي كيزيد يجبد وكيدير هذوك التجاعيد اللي تيكونوا هنايا في سميتو ديال العينين. غير هكا، عارفين هاد الجلده هادي شحال كتكون عندنا رطبه، غير ما هكا وهكا البشره. هاد البلاصه دائما كنديرها بحال ما هكا هكا وهكا. كما قلت لكم بالليل زوين، لان بالليل فاش كنظف وجهي نقشر ونظف وندير شي كريم شي وصفه ولا شي حاجه للوجه ديالي، ومن بعد كندير شي زويته ولا شي سيروم ولا شي حاجه كنمشي نعس، البشره ديالي كتستافد. اش نقول لكم، راه 80% اكثر من انني نديرو بالنهار. ونوض واخا ندير لي كونسولير، ولكن راه كنتعرض للشمس، كنتعرض للتلوث كيكون برا، كنتعرض لبزاف ديال العوامل اللي ما كتساعدش. اصلا البشره فاش كندير ليها ماسك ولا شي حاجه راه كتولي بحال لا كتولي شويه فراجيل، يعني دغيا كتسارع انها تاثر لينا باي حاجه. كنصحكم بالليل اي حاجه، واخا بالليل تجي عيانه ما فيك هذا، غير عطي شويه الوقت لراسك وديري هذاك الماسك ولا الحاجه اللي بغيتي ديريها، وديري زويته موراها ولا ديري سيروم ولا شي حاجه، وان شاء الله تعطيك نتيجه زوينه. نتمنى ان تعجبكم هذه الوصفه هذه. شكرا لكم والى اللقاء.